مونديال 2030 الافتتاح في إفريقيا والنهائي في أوروبا. تتقدم البلدان الثلاثة المكونة للترشيح الثلاثي بالتوافق على كافة مراحل وخطوات إعداد الملف المشترك لتنظيم مونديال 2030. وأصبحت النظرة شبه متقاربة بين دولتي الاتحاد الأوروبي إسبانيا والبرتغال من جهة، والمملكة المغربية عن الاتحاد الإفريقي من جهة أخرى، بخصوص عدد المدن والمباريات التي سيستضيفها كل بلد قبيل الحسم النهائي في ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة في ملف واحد. مصادر إسبانيا مطلعة كشفت بأن إسبانيا ستتقدم ب6 مدن و7 إلى 8 ملاعب، لكون غالبية بقية الملاعب الإسبانية لا تتجاوز سعتها 30 ألف متفرج، بينما ستتقدم البرتغال ب3 مدن كبرى فقط و4 ملاعب، فيما سيتقدم المغرب ب6 مدن و6 ملاعب. يتداول بشكل قوي في ذوالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم مقترح احتضان ملعب البرنابيو التاريخي للمباراة النهائية لمونديال 2030 في حال ظفر الترشيح الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي بشرف تنظيم مونديال 2030. وكشفت مصادر إسبانيا أن المغرب لن يتخلى عن طرح ضرورة استضافة المملكة باسم إفريقيا إحدى المباريات المهمة في المونديال، والأمر يتعلق بمباراتي الافتتاح أو النهائي اللتان تحظيان بمتابعة الملايير المشاهدين عبر العالم. الترافع القوي الذي سيقوده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع باسم الملف المغربي لأن يكون أقل من احتضان مباراة الافتتاح، في الوقت الذي تتشبث إسبانيا بمباراة النهائي على ملعب البرنابيو في مدريد. ويرى متتبعون أن الخيار سيكون عقلاني ومتوافق حوله، يعطي للقارتين الحق في تقاسم عادل للمباريات، خاصة المباراتين الافتتاحية والنهائية، بينما سيكون توزيع بقية المباريات المونديال بشكل طراعي في إمكانات البلدان الثلاثة اللوجستية ومساحتهم الجغرافية وسعة الملاعب المرشحة.